عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه النهارده انا جايه لكم بقى بفيديو جديد. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله، وتفعلوا القناه. ده اللي بتمناه من حضراتكم يعني، والله ده كل اللي انا بتمناه. نفسي بس في قلب مشترك. على فكره انا بتبسط قوي لما بيجيني مشترك واحد والله، يعني لما بزيد بس مشترك واحد بفرح جدا، ببقى طايره من الفرح. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط. انا معايا القرنبيطه الحلوه دي كده، شوفوا حلوتها دي وجمالها. تكون بيضه كده وزي الفل كده. انا جبتها طازه، ما حبيتش اجيبها بايته لان البايته مبتبقاش حلوه، لكن لما تكون بيضه كده وزي الورد كده وحلوه زيكم كده طبعا، دي بتبقى احسن حاجه. تعالوا بقى نقطعها مع بعض سوا، واقول لكم على الخلطه الجباره اللي هنعملها مع بعض. يلا تعالوا. اهي الكرنبايه، شوفوا حلوه ازاي. انا شلت اللي هو اللي بيبقى الاخضر اللي بيبقى هنا، هنقطعها بقى زي الكرنبايه وتفصص كده، تبقى معانا زي الوردات بالظبط اهيت. لكنك بتقطعي كرنبايه. فككها بس كده من بعضها، وبعدين نعملها وردات صغيره اهي. كرنبايه بسم الله ما شاء الله عليها، فرطت معايا قد ايه كتير. اللي بقول كرنبايه معلش القرنبيط، اصلا انا ما بحبش القرنبيط اصلا. حطينا ميه بتغلي وفيها شويه ملح، ونزلنا القرنبيط، واللي عايز يحط كمون برضو يحط عادي مش فارقه اهي. ونختبرها كده بالشوكه، ساعه ما نختبرها منها كده بالشوكه وكده تبقى ايه استوت، علشان بس ما تتهرش برضو مننا. وساعة ما بنطلعه بحطه في مية ساقعة علشان يفضل على زي ما هو، على نفس السوا بتاعه برضو، ما يكملش السوا بقى ايه وهو بيهدى. هنا معايا كوباية دقيق بقى. تعالوا نشوف الخلطة الجبارة بقى اللي هنعملها. دي خلطة جديدة بقى 2021 بقى على طريقتنا. حطيت كوباية دقيق، ونص الكيس النشا اللي كان معايا نشا ذرة، ومعانا البيض ده. البيضة فيها صفرتين، يعني بيبقى 4 بيضات اهوت. ونحط ملح وفلفل اسمر، وهنحط كمون. لا، في الخلطة بتاعتي دي هتشوفوا بهارات كتير متقلقوش. ده توم بودرة علشان انا مرضتش احط اللي هو الفريش عشان القولون، عشان في ناس عندهم قولون طبعا. وزيادة بقى من عندي قرفة والسبع بهارات ولسه لسه شفتوا حاجة. هنقلبهم كده ندوبهم في بعض، وهننزل بالمية كده على حسب ما هحتاج. وهنا معلقة خل برضو اهو. هنزل كده بالمية يعني واحدة واحدة براحتي، لغاية ما ايه تبدأ ايه تبقى ماسكة بس معايا، تدوب كده شوية. كل الخليط ده يختلط مع بعض. اللي انا بقول لكم بقى عليه اللي لسه اهو، حطيت مرقة دجاج وحطيت كركم عشان لونه يبقى اصفر كده وحلو. ومرقة الدجاج خلته والله طعمه يعني حاجة تانية، والريحة اصلا اللي طالعه لي كمان يعني ريحة حلوة. ومعانا كزبرة متقطعة اهيت، هنزل برضو بيها. نقلبها برضو معاه. والله جربوا الخلطة بتاعتي ديت بصراحة جميلة. يعني انا ما بحبش القرنبيط، بس دقته خلتني حبيتها بصراحة يعني في ناس كتير ما بتحبش القرنبيط، وهيبقى مقرمش وحلو قوي. طبعا القرنبيط احنا صفناه طبعا،
وضغطنا عليه وما عادش فيه ميه خالص. ننزل بقى بيه كده في قلب الخلطة. وطبعا حاطين زيت بيسخن على البوتاجاز. ساعة ما يسخن نقوم نازلين على طول اهو. سخن، بحط ظهر ايدي كده شوفوا اهو. ننزل بقى واحدة واحدة كده وبالراحة، نكون مهديين النار يا حبايبي علشان برضو ايه ما تتحرقوش، وبالراحة كده وعلى مهلكم. بس جربوا الخلطة دي والله والله كمان مرة هتحبوا القرنبيط. انا من اللي ما كانوش بيحبوا القرنبيط نهائي وبقرف منه، بس انا دقت منه، انا ما اكلتوش اي كله، بس انا دقت منه حتة بس طعمه جميل. بس انا ما اكلتوش كله لان انا عندي القولون فيتعبني على طول. الناس اللي عندهم قولون يعني ما ياكلوش ما ياكلوش قرنبيط. انا صراحة قوي ساعة ما يتحمر كده اقلبه على الناحية التانية. طبعا الزيت كتير. انا بعمل كده على قد الاولاد بيحبوه. وانا بقلبه كده بضغط عليه بظهر الشوكة ضغطة بس بالراحة، ان انا جيت اضغط على واحدة كسرت من بعضها اهوت. وبألف هنا وشفا. وشوفوا بقى القرمشة بتاعته والله جميلة. انا دقت الحتة دي وبقى يقربش. يلا بألف هنا. متنسوش بقى تدعموني وتحطوا اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.